دكتور انا عايز اعرف ليه احمد بياخد مرتب ضعف مرتبي يعني مع ان احنا الاثنين بنقدم نفس الداشبورد. بص يا محمد، انت شايف انكم انتوا الاثنين تقدروا تطلعوا نفس الداشبورد، لكن كل واحد فيكم بيشتغل بعقليه مختلفه عن التاني. احمد بيروح يتكلم مع الستيك هولدرز وبيتكلم مع البرودكت اونرز ومع تيم المبيعات وتيم التسويق علشان يجمع اكبر قدر من البيانات علشان تساعده انه يعرف فين المشكله الاساسيه للشركه، وبناء على جمعه للبيانات دي قادر ان هو يحلل الارقام اللي قدامه وكمان يطلع نتائج وحلول فعاله. اما انت كواحد لسه جونيور فانت بتشتغل على الداتا سيت اللي معاك او بتنفذ التاسك المطلوب منك، وكل اللي في دماغك هي الداشبورد النهائي واللي غالبا بتكون مجرد عرض للحقائق من غير تفسير عميق او تدي توصيات. بس يا دكتور احنا الاثنين بنوصل لنفس النتائج في الاخر يعني. النتائج مش كل حاجه، الموضوع مش انك بس تعرف الارقام بتقول ايه، الموضوع انك تعرف انعكاس الارقام على الشركه وتحول ده لاقتراحات واتجاهات تساعد الشركه في تحقيق اهدافها، وده بيحتاج انك تفهم الدومين بتاع البيزنس كويس جدا واهم العوامل اللي بتاثر عليه، وكمان تتناقش مع التيم علشان تبني تحليلاتك بناء على وجهات النظر وخبرات حقيقيه مش بس مجرد تخمين. يعني انا دكتور يبقى دوري ان انا احلل البيانات وكمان افسرها واعرضها ولا حل كمان للمشكله؟ امال البرودكت اونر والبيزنس ديفلوبر والناس الشغاله دي يعني هيعملوا ايه؟ انا شايف ان شغلتي كداتا اناليست تفسير الارقام وبس. كل واحد بيقدم حل للمشكله من الزاويه بتاعته يا محمد، هما فاهمين ماركتنج واوبريشن وعاملين دراسه كامله للسوق والمنتج، فبيقدموا حلول من واقع الفهم ده، وانت كواحد بتاع ارقام لازم تقدم حلول من زاويتك الخاصه. الارقام هي اللي بتعبر عن البيزنس، ما ينفعش تعمل داشبورد عباره عن ارقام بس لان الشركه مش هتقدر تبني من خلالها قرارات. اه يا دكتور تمام كده وصلت وانا فهمت الفكره فعلا. طيب الحمد لله ان الفكره وصلت لك يا محمد، وحلو جدا كمان انك بتقارن علشان تقدر تعرف كمان احمد بيقدم ايه زياده عنه. في الاول في الاخر المقارنه دي لازم تخليك تطور من نفسك وتشوف ايه الجابس اللي عندك وتبدا تظبطها، مش تعيش في نظريه مؤامره وتحس انك مظلوم. لو عايز تعرف ازاي تبني عقليه محلل البيانات وتعرف كمان تيبس اند تريكس عشان تخليك محلل بيانات شاطر، اعمل لنا فولو عشان تتابع بقيه الحلقات.